حاجة كده ما تستهلكيش حاجات كتير، وتعملي الخضار وتعملي كمان البروتين الفراخ، كله ده في كيس واحدة، في كيس واحد. شوفي بقى، ده مش رز يا جماعة. تابع معايا الفيديو عشان تعرفي انا مليت الفرخة ايه، مستوية ومهرية وطعمها حلو قوي. واستني بقى التكات والحركات عشان اقولك تعمليها تطلع منك 10 على 10. وكمان قلبها مستوي، والحاجة اللي انا حشوابها كمان مستوية. خلاص ماشي، دي الفرخة عندنا خلاص نضفتيها. خلاص هنجيب البصلة ونقطعها ونفرمها. هنجيب القنص والكبد ونديهم غلقة على النار عشان هنسويهم في قلب الفرخة يستووا بسرعة. هتجيبي التوابل اللي انت بتحبيها، اي توابل يعني، اي توابل عندك، بالملح طبعا بتحطيه، بصل بودرة، توم بودرة، فلفل، كمون، رشة جنزبيل صغيرة بتدي طعم وبتفرق كمان، وباربيكيو مدخن برضو بتدي طعم حلو قوي. هنقسم البصلة كده اللي احنا فرمناها مع شوية توابل مع توم، وهنقلبها بالمنظر ده. دي يا جماعة اللي هندعك بها الفرخة وتخليها طعمها، هتوديها في حتة تانية خالص وتخليها جميلة قوي. هنفتح كده الفرخة علشان هنحط فيها التوابل. هدخل كده عشان برضو تمتص التوابل دي، جميلة قوي. وهحطها كلها بقى، ابدأي غلفيها كلها بالحبة البصل والتوابل، ده هتفرق معاكي جامد قوي، بالذات بقى لو سبتيها حبة. وبرضو من جواها برضو هحط نفس التوابل ونفس البصلة النية دي بالتوابل بتاعتها، هتفرق في الطعم قوي. وسيبيها حبة، مستعجلة مفيش اي مشكلة. هنجيب بقى عندنا البصل اللي احنا سيبناها على جنب، على القنصة والكبدة بتاعت الفرخة والقلب، وهنحط شوية توابل من اللي احنا قلبناهم مع بعض، وهنحطها على البصلة وهتحطيها على النار. بعد ما حطيتيها على النار هتحط عليها حبة زيت، تمام. وهترجعها على النار بلسان العصفور، حبة صغيرين على النار كده، تلفها على النار عشان لسان العصفور في قلب الفرخة تكون مستوي، عشان ما تطلعهاش لسان العصفور ني في قلب الفرخة، لأن الفرخة ما بتاخدش سوية كتير وما بيوصلهاش النار كتير في قلبها، تمام. برضو المحشي يا جماعة برضو تاخديه تقليبة برضو كده قبل ما تحطيه في الفرخة، لأن الفرخة ما بتاخدش على النار وقت، فده بجد بيفرق جامد. لأن أنا عملتها بالطريقتين، لو حطيتها نية بصراحة بتطلع مش حلوة خالص، لكن لو قلبتها شوية مع البصلة على النار بمعلقتين مية فقط هتتلاقيها استوت معاكي وهتبقى جميلة قوي في قلب الفرخة. هقفلها كده معانا بالمنظر ده. وبرضو ما تمليهاش قوي، انا بمليه فوق يا جماعة مش بملي قلبها، فوق كمان حطيت حبة كده. كل ده هيستوى بإذن الله. اعملي بس بالطريقة اللي انا قلتلك عليها، سوي بس لسان العصفور حبة صغيرين مع البصل، مع معلقتين 3 مية كده، وتلاقيهم نص سوية حطهم في الفرخة، هيستووا جامد وهينفشوا ويبقوا جمال قوي قوي في الفرخ، ويبقى طعمهم حلو خالص. بس نمشي من نفس الخطوات. هحاول بقى املي الجلد ده اللي في الجناب، طبعا ده هيستوى بسرعة ويبقى جميل قوي، لان الجلد ده بس، وبعد كده النار هتبقى ايه حواليها فهيستوى حلو قوي. هقفل برضو هنا، بس برضو احط فيها شوية لسان عصفور مع القنص والكبد والتوابل اللي انا حطيتها، وهقفلها برضو بسلكة السنان او الشيش طاووق كده، عدان الشيش طاووق. هجيب بصلة مع الحبة اللي فاضوا، وهحط عليهم اي خضار انت عاوزاه وهقطعهم، وهحط عليهم التوابل كلها اللي فاضلة، وهحط عليهم كمان توم ني، كل ده ني في بعضه، وهقلبهم بالتوابل. يا نهار ابيض على الطعم. دولت شوية الخضار دولت بيمتصوا كل الزيوت اللي نازلة من الفرخة، بيبقى طعمهم مستوي جدا في الكيس الحراري، بيبقوا حلوين جدا. انا احط حبة تحت يشربوا برضو الصوص اللي هينزل من الفرخة. صدقوني هتحبوا الخضار ده جدا، يعني هتعملي شوية رز جنبها وبس، لان كده الخضار اهو مع البروتين الفرخة خلاص كده تمام. احط كل الخضار معايا اهوت. شوفوا بقى التكة الجميلة اللي هتيجي دي بعد ما حطيت كل الخضار اللي فاضل، والحبة اللي شوية كمان البصل اللي فاضلين من الفرخة هحطهم برضو. وقبل ما اقفل الكيس كده هحط معلقتين زبدة او معلقتين سمنة بلدي، يا نهار ابيض على الطعم وعلى اللون، وما اقولكمش بجد بتفرق جامد المعلقتين دول.
تمام. ساعة ما تحس ان هي استوت من تحت هتقلبيها في الفرن ان شاء الله. بعمل فتحات كده علشان الكيس ما ينفجرش معايا. ماشي. وقلبت الكيس على فكرة فوق وتحت، ده ظهر الكيس من تحت يعني، ودي الفرخة من تحت مقلبها كمان في الطبق، هتشوفوا وشها. لو انت عايزة تحمريها شوية كمان حمريها، لو انت عايزاها تسيبيها بتحميرة الكيس جميل جدا. شوفي مستوي، والطعم بجد روعة. التوابل اللي انا حطيتها يا جماعه اللي برضو فرقت، التوابل اللي حطيتها على الخضار، التوابل اللي حطيتها على الفرخه، والحاجه وهي نيه برضو ادت طعم حلو قوي قوي للفرخه. شوفي استوت معايا، جاي اقطعها العضميه اتشالت عشان استوت كويس قوي. حطيها برضو بزياده في الفرن علشان تستوي تبقى حلوه. شكرا ليكم.